السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم راح تكون عبارة على كيكة بذوق الليمون. روعة روعة روعة. مقاديرها ومكوناتها طريقة تحضيرها جد 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 بسيطة، لكن البنة والذوق ما نحكي لكمش. جربوها حبيباتي وعلى بالي راح تعجبكم. نبداو. انا راح نحضر ومامتون راح نسمي لكم المكونات. نجيو الغيسيبيون تاعنا، نحطوا فيها 3 حبات بيض. ديما نعاودها لكم البنات سورتو المبتدئات، البيض لازم يكون يعني بدرجة حرارة المطبخ، يعني على الأقل ساعتين خرجتيهم قبل ما تبداي الخدمة. درت لهم 2 ساشيات فاني، ولا ديروا 2 مغارف تاع القهوة فاني يكونوا معمرين. عندي لزاز تاع السيترون، نحيو غير القشرة هذيك البنات اللي تكون برا الخضرة برك، يعني 2 حبات يكونوا شوية كبار، مع رشة تاع الملح. عندي لاباطاغون ذوق الليمون نديرو تقريبا مغرف هذيك الصغيره. عندي السكر، سكر عادي نديرو كاس ناقص اصبع. نحركوا هذوما المكونات مليح بالباتور، نديو الوقت الكافي، نخليو حتى يتضاعف الحجم تاع الخليط تاعنا ونشوفوا اللون نتاعو تغير. هكا نتاكدوا باللي كميه السكر اللي كنا حطيناها ذابت. عندي نص كاس زبده، نضيف معه تقريبا 1/4 حتى 5 ملاعق زيت. زبده اللي بتراهي لا مارغرين، درت نص كاس لا مارغرين تكون ذايبه، ومعاها 4 ملاعق تاع اكل زيت. نضيفوهم يعني على مرتين ولا 3 كما راكم تشوفوا، مع التحريك المستمر. عندي كاس الحليب يكون دافي، ما تسخنوش ياسر، يعني يسخن شويه باك يدفى برك، ونضيفوه للخليط. درك نروحو نضيفو الفارينه، يعني ما بقيناش نحتاجو هذاك الباتور، راح نستعمل الفوي برك. الوصفه تاعنا من المفروض تدي معانا من 2 كيسان ونص حتى ل3 كيسان، راح تبقى يعني على حساب نوعيه الفارينه راهي عندك. كي تعود فارينه تشرب راح تدي معاك 2 كيسان ونص. اذا كان فارينه ما تشربش كيما استعملتها انا اليوم ما تشربش، دات معايا 3 كيسان. في المرحله الاولى درت 2 كيسان معاهم 2 ساشيات خميره، يعني 20 غرام خميره. الكيسان ما يكونش معمرين ياسر، يعني ما يكونوش بومبي. درت 2 كيسان ممسوحين، وكما راكم تشوفوا راهي باينه ديجا خفيفه. شوفوا كيف ما راهي باينه خفيفه. دوكا راح نضيف نص كاس. انا قادره ندير البنات كاس كامل على مره، لكن ننصحكم ديما الكاس الاخر ضيفوه على مراحل. انا لهنا درت نص كاس وبقات لي خفيفه شوي، لكن انا ما صورتش كي ضفت النص كاس الاخر. يعني الوصفه دات لي 3 كيسان، شفاو عليها البنات تدي لي 3 كيسان. نحركوا مليح، وفي الوقت هذا نكونوا احنا شعلنا ديجا على الفرن تاعنا قبل ب10 دقائق، حوالي نديروه على درجه حراره 180. هذه وسي نصيحه للمبتدئات، الفرن تاعكم ديما تحضروه قبل ما تحطوا فيه اي بلاصي ومالح ولا حلو، ديما ديروه 10 دقائق من قبل. جبت المولتي غير راح نفرغ فيه الخليط، نديرو فيه كميه من الزبده تكون مليحه. استعملوا من الافضل البانسو، سورتو يعني الاطراف تاع المول هذيك، حاولوا تدخلوا فيها كميه من الزبده باش ما تلصق لكمش من بعد. درت كميه من الفارينه نوزعها على هذاك المول كامل، ومن بعد نتخلص من الكميه الزايده. حاولوا تنحيوا هذيك الكميه الزايده كامل. درك نفرغ الخليط كما راكم تشوفوا. مام المول هذا اللي استعملته البنات كاينه منه هذاك اللي يجي شويه كبير، يجي اعلى من هذا، هذاك خير وخير اذا كان متوفر عندكم استعملوه. نحرك بالطريقه هذه، يعني نخبطها على البلان دو طرافاي باش نتخلص من كميه تاع الهواء اللي يكون فيه. ديتها للفرن، شفت الاطراف تاعها تبدا تحمر، نعاود ننزلها لتحت ونشعل لها من الفوق من با 2 دقائق ونخرجها. كما راكم تشوفي راني قلبتها على الجهه الاخرى. ونروحوا درك نحضروا الكريمه. واش نحتاجو؟ نجيبو الكاسرونه تاعنا نديرو فيها نص كاس حليب، شفاو البنات نص كاس حليب، نص كاس ماء،
ونص كاس، هي من المفروض نص كاس عصير ليمون، لكن انا فضلت ندير ربع لانه يعني كنت جربتها قبل بنص كاس راح تجيكم يعني ياسر حامضه. ديروا ربع كاس برك مع حبه تاع البيض ونص كاس سكر، واللي يحبها حلوه يدير اكتر من نص كاس تاع السكر. نضيف معاها زوز مغارف تاع اكل لا مايزينا. حركوا المكونات كامل بارد في بارد ونديوها على النار. شوفوها بدات تتقال برك تبدا يعني تغلي، نحيوها. هذه الكريمه بعد ما نحيتها من النار البنات، في الخطوه هذه نبدو نخدموا شويه بسرعه، نكونوا شويه خفاف. نضيفوا كميه من لاباطاغون بذوق الليمون. عندي زوز ملاعق تاع اكل لا مارغرين نحطوها مع ساشي تاع لافاني. لافاني تنجموا ديروا حتى لزوز باش تتخلصوا يعني من ريحه البيض هذيك اللي يكون فيها. نحركوا بسرعه كما راكم تشوفوا. انا بانت لي شويه ناقصه يعني اللون تاع لاباطاغوم، على هذيك راح نضيف لها كميه قطرات برك خفيفه. كيما قلت لكم نزربوا شويه باش ما تتماسكش الكريمه، لو كانت تتماسك راح يجيك التوزيع تاعها فوق الكيكه شويه صعيب. فرغت هذيك الكريمه وما نستعملوش حتى حاجه من فوق، لما تحركوا كيما راكم تشوفوا حركوا الكيكه باش تتوزع يعني الكريمه. ونديوها دركا لان نحطوها في الثلاجه مده يعني زوج سوايع على الاقل حتى تتماسك الكريمه. بعد مرور زوج سوايع نجيو دركا اخر مرحله، يعني قبل ما نقدموا الكيكه تاعنا يجي التزيين. التزيين يبقى كل واحده وطريقتها، نجمي حتى تقدميها بلا ما تضيفي لها حتى حاجه. انا كنت زينتها كما راكم تشوفوا بقطع برك تاع الليمون مع ورقات تاع النعناع، طريقه بسيطه جدا. وريحه السيترون واش نقول لكم راهي دايره حاله في المطبخ، يعني ريحتها ما شاء الله. هذا الشكل النهائي للكيكه اللي كنا حضرناها اليوم بذوق الليمون. انا نقص معاكم قطعه كما راكم تشوفوا. شوفوا كيف ما طلعت معنا الكيكه، ميم كذوقوها تحسوها شغل راهي مشربه يا اخي، بورتو ما درنا لها والو ما شربناهاش، لكن تالمون اللي جايه خفيفه. ميم الكريمه هذيك تاع الليمون البنات كي حطيناها عليها تحسي باللي شربت منها، جات ما شاء الله خفيفه وذوق الليمون راها روعه. اتمنى ان شاء الله البنات تجربوها، واللي ما زالها ما اشتركتش في القناه وما زالها تتفرج فينا نقول لك حبيبتي فضلا وليس امرا ديروا اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنسوناش بلايك، ديرونا كومنتير يكون مليح وبارطاجيو. مع السلامه ونتلاقاو في وصفات اخرى.